شقة سكنية 140 متر في ميامي الجديدة في برج الأطباء. شقة متقسّمة بشكل ممتاز جدًا، تشطيب الشقة high ultra lux. هنتفرّج مع بعض دلوقتي على الشقة، ده المدخل بتاعنا. أول ما نفتح باب الشقة على اليمين، الشقة متقسّمة بشكل ممتاز جدًا. مطبخ كبير جدًا بيسع كل الأجهزة، معاه الliving room أو غرفة المعيشة عشان تبقى منعزل تمامًا عن الشقة والأكل والشرب، ومعاهم كمان حمام خاص بمساحات ممتازة جدًا. زي ما إحنا شايفين الشقة كلّها gypsum board ومُطعّم بالCNC من أجود الخامات. كمان الأرضية معمولة سيراميك 60 في 60 فرز أول. معاه كمان التطعيم بتاع الdecoration زي ما إحنا شايفين كده. ده المطبخ بتاعنا طبعًا معمول بالحجر المائي وكمان معمول عليه شريط LED إضاءة مدّي له شكل انسيابي كلاسيكي جميل جدًا. المطبخ بتاعنا معمول السيراميك طبعًا فرز أول من أعلى الخامات. المطبخ معمول كمان الرخام جالاكسي أسود برضه من أعلى أنواع الرخام. متأسس له السباكة والكهربا بتاعته بحيث ياخد كل الأجهزة والمساحة بتاعته كبيرة جدًا. دي غرفة المعيشة. معمول دهانات قطيفة برضه من أعلى أنواع الدهانات من الجوتن. كمان التأسيس بتاع الكهربا زي ما إحنا شايفين ممتاز جدًا عشان الاستخدام بتاعنا أثناء المعيشة. السقف برضه طبعًا كُلّه gypsum board زي ما إحنا شايفين، وبرضه طبعًا في الCNC. الممتاز في الشقة إن هي معمول لها عزل حراري، يعني الحيطة اللي في الوش دي ده لوح gypsum board عازل حراري، يعني حتى بيعزل الحرارة والرطوبة سواء في الحر أو في الشتا. ده الشباك على المنور بيدخّل طبعًا شمس وهوا. المنور بتاع الشقة دي منور خاص وكمان بحري، فبالتالي وما فيش مش مجروح، ما فيش أي جار وراك، فبالتالي دايمًا هيبقى في شمس وهوا. وكمان المنور خاص بس بالشقة، ما فيش أي حد جارحك خالص في الشقة. طبعًا التأسيس زي ما إحنا شايفين فيه المفاتيح بتاعة الكهربا متأسس طبعًا للsatellite أو الdish. معمول له طبعًا تأسيس ممتاز وكمان المفاتيح الكهربا بتاعة التكييفات برضه متأسس لها بشكل ممتاز جدًا. هندخل بعد كده على الحمام بتاع الضيف أو الحمام الأولاني. الحمام برضه واسع زي ما إحنا شايفين، وكمان متأسس له بشكل ممتاز للغسالة، يعني في تأسيس هنا للسباكة بتاعة الغسالة سواء السخن والبارد. برضه طبعًا معمول سيراميك فرز أول، وحتى الألوميتال المستخدم ألوميتال الخشمونيوم برضه من أعلى وأجود الخامات اللي موجودة عندنا. الحمام زي ما إحنا شايفين كده حمام واسع ومريح جدًا، ياخد الغسالة طبعًا وكمان حتى لو في سبت غسيل أو حاجة يتحط جنب الغسالة برضه المساحة كبيرة وتسمح بكل ده عادي. هنطلع من الحمام نتحرك على دي طبعًا غرفة المعيشة. بعد كده هنتحرك على الliving. هنبُص بصّة أخيرة كده يبقى معانا المطبخ وغرفة المعيشة، ومعانا كمان حمام خاص عشان الأكل والشرب والحركة كلّها تبقى هنا والشقة تفضل دايمًا نضيفة. زي ما إحنا شايفين دي طرقة التوزيع أو مدخل الشقة، برضه متقسّمة معمول لها فياطك كده بشكل ممتاز جدًا. عندنا جزئين، الجزء العلوي معمول فيه دهانات جوتن، الجزء السفلي معمول فيه برضه دهانات قطيفة عشان الdecoration بتاع الشقة يبقى متناسق. طبعًا عندنا رسمة CNC زي ما إحنا شايفين على شكل وردة مطعّمة الgypsum board مطعّمة بالCNC. هنا معمول عازل بالCNC خشبي. هنبتدي ندخل نشوف كده أول غرفة اللي هي غرفة الأطفال. الغرفة معمولة برضه بدهانات متناسبة للأطفال سواء ولاد أو بنات. الغرفة كبيرة بتاخد غرفة أطفال كاملة، ومعاها دولاب طبعًا بالسراحة بتاعته. المساحة ممتازة، معمول طبعًا CNC، معمول gypsum board في السقف بإضاءات وألوان تتناسب مع لون الغرفة. الحائط اللي قدامنا برضه ده حائط معمول له عزل حراري بالgypsum board. ده تراس للغرفة هنا طبعًا بشباك على الشارع. المكان ده يسمح إن إحنا نحط فيه مثلًا مكوة أو أي استخدام تاني في الغرفة أو مكتب. بعد كده نطلع من غرفة الأطفال. هنشوف باقي الreception متقسم إزاي. هنا
طبعًا معمول هنا فايوتك، ومعمول طبعًا هنا ورق حائط برضه من أجود الخامات، متطابق مع الرسمة بتاعة الCNC والجبسون بورد. هنبتدي ندخل على غرفة النوم الأساسية أو الغرفة التانية الأساسية، غرفة طبعًا كبيرة بتاخد مساحات العفش أيًا كان شكل المساحة بتاعة العفش أو حجمها. طبعًا السقف معمول فيه برضه جبسون بورد برسمة، كل الإضاءة اللي موجودة في الغرفة من الLED طبعًا عشان الكهربا ونحافظ عليها. معمول كمان في الكهربا الإسبوتات بتاعة الكهربا، قطع الكهربا، يعني لمّا الكهربا تقطع سواء مثلًا زي ما كان بيحصل قبل كده عندنا في مصر، يشتغل الإسبوت على طول ويدّيك إضاءة فورية. طبعًا ده منور شباك للغرفة بيدّيها إضاءة وتهوية على المنور بتاع الشقة، برضه تأسيس تكييف زي ما إحنا شايفين معمول في الغرفة بشكل أساسي. دي كده شكل الغرفة والتصميم بتاعها والdesign. بعدين هنطلع من الغرفة نروح على الحمام الرئيسي بتاعنا بتاع البيت أو بتاع الشقة. برضه الحمام واسع جدًا، فيه طبعًا حوض بيونت ألوميتال، معمول شفاط طبعًا في الحمام، القواعد كل الخامات المستخدمة من أعلى الخامات، وطبعًا shower وكمان البانيو بتاعنا، وفي مساحات كمان جنب البانيو لو حابين نعمل يونت أو حاجة نستغل بيها المساحات يعني بشكل أفضل. الحمام طبعًا واسع ومريح جدًا، مش ضيّق وممتاز جدًا. طبعًا الشقة كلّها زي ما إحنا شايفين فيها جبسون بورد، وكل الجبسون بورد فيه رسمة، وكل رسمة فيها الCNC الخشبي اللي هو بيتطابق مع الdesign مع الأرضية مع الحوائط. الشقة طبعًا ما شاء الله ممتازة جدًا ومعمولة بdesign ممتاز، متناسقة جدًا وواسعة. هنا عندنا الجزء بتاع الliving، هنا مكان سفرة ونيش أو برضه معمول سفرة ونيش وبار طبعًا، معمول طبعًا تأسيس زي ما قُلنا للsatellite في كل تقريبًا الأماكن. الجزء التاني من الreception برضه ده reception، ممكن الحتّة دي كمان تتقسّم قطعتين مش قطعة واحدة، قطعة واحدة كبيرة جدًا للأنتريه. برضه هنا كشافات الطوارئ اللي إحنا قُلنا عليها لمّا الكهربا تقطع أو كارت الكهربا مثلًا نسيت تشحن أو حاجة، طبعًا بيشتغل تلقائي وبينوّر الشقة كلّها، بحيث إنّك ما يبقاش الشقة ضلِّمت يعني فجأة. طبعًا دي من الحاجات التحسينات أو الحاجات الdecoration اللي إحنا مش بنشوفها كتير في الفترة الأخيرة. طبعًا هنا معمول برضه الفيوتك، معمول فيه ورق حائط بشكل متناسق مع الألوان. البلكونة والألوميتال المستخدم كلّه double layer، كلّها طبقتين، فطبعًا بيعزل عازل تمامًا للصوت والضوء، أنا آسف عازل تمامًا للصوت والدوشة بتاعة الشارع. مش بتحس تمامًا بأي حاجة، الشقة منعزلة تمامًا، والألوميتال المستخدم من قطاعات من أفضل أنواع قطاعات الشقة طبعًا زي ما إحنا شايفين ما شاء الله ربنا يبارك، ممتازة جدًا، مساحة كبيرة 140 متر، غرفتين كبار، غرفة معيشة، مطبخ كبير جدًا، 2 حمام، حمام ضيوف وحمام أساسي، معمولة من أجود وأفضل أنواع الخامات. ودي من أفضل الوحدات السكنية اللي إحنا حقيقي شُفناها وبنبيعها، وإن شاء الله ربنا يبارك لصاحب النصيب وإن شاء الله هيدعي لنا بعد ما يشتري الشقة دي. سلام عليكم.